السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نتكلم النهارده عن مقارنة بين اف 250 والتعديل بتاعه الزد 250. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا عشان ما نطولش على حضراتكم. ومعانا اول حاجة هنبدأ بيها وهي الشلتة، بتيجي كلها قطعة واحدة مش مقسومة زي معظم الموتوسيكلات. ومعانا بعد كده المقبضين اللي ورا او الشبكة الخلفية، هما نازلين مقبضين او قرنين بس ممكن تعدلهم وتعملهم شبكة، تحط عليهم توب بوكس او تحط عليهم بوكس لو تشتغل بيه طلبات. ومعانا الديل بعد كده بينزل فيه الاشارات وبينزل فيه تعليقة النمرة، بعد كده بينزل نور الستوب، بعد كده بتنزل باتنين مساعدين. هما مش غاز بس بيديك شبه الغاز، يعني هي حتة فبر بس مش غاز. بعد كده بينزل بفرامل باكم خلفي. بالنسبة للشلتة هي كبيرة بس مش لدرجة اللي احنا نركب عليها 3، كفاية 2 لان هي 2 مساعدين ورا. بس بالنسبة للديل الخلفي كله فبر والخامة بتاعته متكونش احسن حاجة فمش هتستحمل معاك. زي ما اوضح لحضراتكم ده الديل الخلفي او الرفرف الخلفي. ومعانا بعد كده الفانوس، اللمبة الكبيرة لمبة عادية واللمبة الصغيرة بتنزل ب LED، والاشارات بردك بتنزل ب LED. المساعدين الامامية بتنزل عادية. الموتوسيكل بينزل 5 غيار، الأول تحت والباقي فوق، بينزل ب250 cc. ومعانا الجنط الخلفي بينزل بمقاس 17 على 130 على 70. ومقاس الجنط الأمامي بينزل 90 على 90. ومقاس الجنط 17، بينزل بتانك حوالي 17 لتر. بينزل مزود بمارش ومنافلة، بينزل بشكمان صغير وشكله شيك، وبينزل بكساحة شكلها بردك شيك وحلو. بالنسبة للفرامل باكم أمامي وخلفي. وتعالى نشوف مع حضراتكم تسارع الموتوسيكل وهو ماشي على الطريق والسرعة القصوى. ومعانا بعد كده الزد 250، وهنقول ايه الاختلافات بينه والاف. اول حاجة من الاختلافات هي الموتور نازل ب6 غيار بعكس الاف كان نازل ب5 غيار. والموتور شغال على كاتينا بيطلع حوالي 18 حصان وتقريبا نفس الموتور بتاع الاف 250، بس هنا مزود بسربنتينة زيت ما كانتش موجودة في الاف 250. وهنروح الناحية التانية ان الموتور نازل 6 غيارات بدل 5 غيارات، زي ما وضح لحضراتكم نازل 6 غيارات بدل 5 غيارات. بالنسبة لل6 غيارات مش هتفيدك في سرعة اقوى، هي السرعة بتاعت اف 250 زي ما هي، بس هي بتريح الموتور اكتر وبتريح الار بي ام بتاع الموتور، مش هتخليه يعلى. وبالنسبة لاستهلاك البنزين الغيار السادس ده بيوفر معاك في الاستهلاك، وبالنسبة للموتوسيكل ده بيمشي 30 كيلو لكل لتر بنزين. بالنسبة للمساعدين الأمامية نازلة نفس المساعدين اللي كانت في الاف 250، هي العرض بتاعها مزادش، بس زايد عليها كفر كده حاميها وشكله حلو. هي مساعدين عادية مش نازلة مقلوبة، لا هي نفس المساعد اللي كان في الاف 250. بالنسبة للكفر ده كمان حاطينه مش الشكل بس، الكفر ده بيحمي المساعد عشان لو اتخربش ما يضربش زيت. في ناس مش بيكون عندها في الموتوسيكل وبتركبه بسبب اللي هو بيحميه من الخرابيش عشان خاطر الموتوسيكل ما يضربش منها زيت. بالنسبة للمساعد اللي ورا بينزل مساعد واحد نص، في ناس كتير مش بتحب ده عشان في الشغل، بس هو مساعد حلو بيدي اتزان على الطريق جميل. بيختلف عن الاف 250 لان كان الاف نازل ب2 مساعد مش مساعد واحد. والموتوسيكل بينزل فرامل باكم امامي وخلفي ونفس الماستر ونفس الاسطوانة بتاعت الاف 250، والجنط تقريبا متغيرش منهم حاجة.
وبالنسبة لمقاس الفردة الأمامية نازلة 90، والنقشة هيها بتاعت الاف 250، والجنط متغيرش منهم حاجة. بالنسبة للفردة الخلفية نازلة 130، نفس بردك الفردة اللي كانت في الاف 250، والنقشة والجنط متغيرش حاجة. وبرضك كارت الجر هيها اللي كانت في الاف 250، بس الزد مزودة بطرابة خلفية مكانتش موجودة في الاف 250. ناس كتير كانت بتروح تعدل الطرابة، تحط طرابة خلفية في الاف 250 في الزد، نزلوها الشركة مع نفسهم. هنطلع بقى لفوق شوية. بالنسبة للشلتة، هي الشلتة نازلة قطعة واحدة زي الاف 250، بس غيروا الشكل. وبالنسبة للراكب الخلفي او الكرسي اللي ورا، شكله اتغير خالص عن الشلتة اللي كانت في الاف 250. وبالنسبة للشلتة دي بقت انعم وطرية اكتر عن الشلتة التانية. اما الشبكة او القرنين هي نفس الاف 250، ما اتغيرتش، بس انت ممكن تعدلهم. وده شكل التانك. وبعد كده هنخش على العداد نازل ديجيتال بالكامل. في ناس كتير مش بتحب العداد الديجيتال، بتحب النص انالوج ونص ديجيتال. ده كان في الاف 250. اما في الزد خلوه عداد ديجيتال بالكامل، وكاتبين كلمة هوجن كده تحت العداد. وبالنسبة للفانوس، هو الشكل بتاعه اتغير، والاضاءة بتاعته اتغيرت، نازلة ليد بالكامل. وتزود له كمان اشارات، كانت الاشارات بس اللي موجودة في التانك. اما الزد زودوا له اشارات، ونازلة بردك ليد بالكامل. وفي طبعا زرار انتظار زي الاف. ودي الاشارات شغالة. ومعانا بعد كده النور الواطي والنور العالي. ده كده النور الواطي نازل لينس شبه اللي في موتوسيكلات التي ان تي. وبعد كده ده النور العالي بيدي اضاءة اقوى طبعا. وهندوس على زرار الانتظار. ادي كده الاشارات من قدام، وشغالة كمان من ورا. وبالنسبة للديل الخلفي، هو نازل معدن مش كربون زي الاف، نازل معدن بالكامل. الديل هنا نازل معدن، بعكس الاف كان نازل بلاستيك. وفي هنا مكان لتعليقة النمر، ومزود مكان تحت تاني تعلق فيه النمر.